السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاكم ابتسام. تعالوا نشوف النهاردة معانا صينية رقاق هنعملها ان شاء الله تبقى جميلة وتعجبكم. احنا دلوقتي معانا 3 بصلات، فرمينهم كويس في الكبة. ما مش هتقدري تفرمهم في الكبة، اعمليهم على ايديك وخرطيهم، بس حاولي يبقوا ناعمين كده. ونزلنا بيهم في حتة سمنة، وحطينا عليهم فلفل اسمر وقلبناهم كويس مع بعض، ياخدوا يدوا كده على النار، تشوحوا كويس. الفلفل الاسمر لما تحطيه على البصلايه وانت حطوها على النار بتخلي ريحه البصل حلوه، عشان ما تضايقش حد. او مثلا تحطي شويه فلفل ملح او شويه فلفل اسمر، عشان البصلايه متبقاش ريحتها قويه كده وتضايق حد. وتقلبيها كويس. وهننزل دلوقتي باللحمه عليها. احنا معانا دلوقتي 1/4 كيلو لحمة، هننزل على البصلاية وهنقلبهم كويس مع بعض. قلبيها حلو قوي. انا هنا المفروض ان انا احط فلفل الوان او فلفل اخضر على اللحمة هنا، بس انا ما حطيتش عشان خاطر الولاد عندي في بعض الاكلات كده مش بيحبوا الفلفل، فبيتضايقوا منه، فما برضاش احط. فطبعا لو انت حطيتي يبقى افيد بصراحة واحسن بكتير. خلاص هي هنا قربت تخش في السوا. بعد كده هننزل هنا حتة السمنة، انا حسيت ان هي كانت عايزة سمنة فنزلت بمعلقة سمنة تاني عليها. هنقلبها كويس مع بعض برضو. الرقاق من اصعب الاكلات للبنات اللي لسه متجوزين. رقاق، الجلاش، المحشي، المحشيات بانواعها، الحاجات دي كلها. احنا دلوقتي نزلنا بالتوابل، فلفل اسمر برضو وبابريكا وسبع بهارات وملح. نحط البابريكا مع السبع بهارات، نزلت بيهم قلبناهم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش التعليق والاشتراك واللايك، وتقوليلي بتعمليها كده ولا بتعمليها ازاي. ويا رب اكون بفيدك بفيديوهاتي وباكلاتي. احنا هنا اللحمة خلاص استوت ونزلناه من على النار، ومعانا صينية حطينا فيها سمنة، وفي الناحية التانية في شوربة مولعة عليها النار ومخلية النار عليها شمعة بحيث انها تفضل سخنة. ودوت كيلو من الرقاق. هنفضل بقى نطري كده واحدة واحدة في قلب الشوربة وبالراحة كده. عندك بقى شوربة فراخ، عندك شوربة بط، عايزة تعملي الشوربة الكدابة، شوية ملح شوية مية كده وتحطي فيهم بصلاية طماطماية والبهارات بتاعتك الفلفل الأسمر والملح، دي بقت شوربة. وتعمليها بقى وتحطي فيها مثلا مرقة دجاج، بقت شوربة. وتعملي بيها الرقاق لو انت ما عندكيش اي شوربة خالص مثلا شايلها او عاملة وقتها حاجة. وهنا عملنا اول طبقة من الرقاق ونزلنا على بيها اللحمة كده فيها. ولو انت عايزة تحطي سمنة بين الطبقات حطي، بس انا ما حبيتش عشان خاطر خلاص انا حطيت السمنة بتاعتي تمام في الصينية من تحت وفي اللحمة، فعشان خاطر ما تبقاش تقيل على المعدة. وهنا الشوربة طبعا دسمة يعتبر، فعشان خاطر ما تبقاش تقيلة على معدتنا يعني. كل رقاية كده ناخدها ونحطها كده في الشوربة، نطريها، ننزل بيها تاني في الصينية عشان كبيرة احنا قسمناها بقى تاني بقى بالشوربة. تمام. خلاص
المطبخ ده حاجة جميلة وحاجة سهلة. انت بس لو تحبي المطبخ هتبصي تلاقي كل حاجة قدامك سهلة. ممكن تنوعي بقى في الاكلات براحتك، ما تقفيش على اكلة هي بعينيها بطريقتها، لا ممكن تشكلي تحطي اللي انت عاوزاه، ما تحطيش في حاجات ممكن تحطيها وفي حاجات ما تحطيهاش، براحتك بقى تشكلي وتنوعي كده في الاكل، وتقفي طول ما انت شغاله بمزاج وبحب لولادك للضيوف اللي جايلك. هتبصي تلاقي نفسك انت بتنوعي لوحدك والاكله طالعه منك جميله حتى بابسط التكلفه. احنا هنحط بقى سمنه كده على الوش عشان تدي اللون الذهبي الجميل ده. وتطري معانا كمان الجلاش، وهتشوفوه لما يطلع دلوقتي هيبقى جميل ومورق وطري. وكان طعمه وقتها والله كان تحفة، كان تحفة حقيقي. اهو طلع وبسم الله ما شاء الله كان طري وكان جميل. هيتقطع اهو دلوقتي، هنقطعوه هنحطوه في الطبق، هتشوفوا عامل ازاي مورق وجميل. متنسيش بقى التعليق بتاعك الجميل واللايك والاشتراك. بصي جميل مورق كده ولا طبقات الفطير اصلا. بسم الله ما شاء الله عليه. ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. مع السلامة.